إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. سلام المسيح مع الجميع. النهاردة هنرد على عمرو نور الدين في كلامه حول عقيدة التجسد الإلهي وتوضيح من المغالطات اللي هو واقع فيها. قبل ما نبدأ ادعمنا بلايك للفيديو وشير على مواقع التواصل الاجتماعي واكتب لنا في التعليقات رأيك، ولو انت مشاهد جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد من إشعارات القناة. هنسمع بعض المقاطع اللي هو قالها وخلونا نعلق عليها. أول مقطع نسمعه ونرجع نرد عليه. يقول ان ربنا يقدر يعمل كل حاجه سبحانه وتعالى، فالله قادر على كل شيء. طيب انا مقر معاك ان ربنا قادر على كل شيء، طيب ما حاجه الله القادر على كل شيء الى ان يصغر نفسه ويدخل في بطن السيده مريم؟ ايه حاجه ربنا للموضوع ده؟ السؤال الثاني، لو انا قلت لك ان في رئيس جمهوريه بيده مقاليد الحكم في دولته، ورئيس الجمهوريه ده الناس نزلت الشارع فاكتشفته نازل في بلاعه مجاري بينظف المجاري، هل ترى ان دي صفه مدح الرئيس الجمهوريه؟ يعني لو رئيس جمهوريه بيحكم في الناس وقادر انه يعمل كل شيء بامر يخلي حد يسلك البلاعه، ام هو بنفسه نازل نايم في البلاعه او مصلح البلاعه، هل ترى ان دي صفه مدح لرئيس الجمهوريه؟ طيب ما دمت مقر ان الله قادر على كل شيء، فلماذا تستنكر ومستصعب الموضوع ان الله يظهر في صورة انسان؟ يعني فين المشكلة طالما هو قادر على كل شيء؟ اما عن كلامك بخصوص لو رئيس جمهورية يعني نزل في بلاعة المجاري عشان يسلكها، وبتقول هل دي صفة مدح؟ طبعا دي مغالطة منك، انك بتحتقر هذه المهنة وشايفها انها يعني مهنة بتحقر من شأن الإنسان. لا، هي مهنة شريفة. ولو رئيس الجمهورية عمل كده فده تواضع منه، لو عمل كده يبقى ده رئيس جمهورية متواضع مش متكبر. فالله في كمال مجده وكمال عظمته وكمال محبته للإنسان تواضع وظهر في صورة إنسان لكي ما يخلص الإنسان من عقوبة الخطية، يخلصه من الهلاك. فلو رئيس الجمهورية قرر في يوم من الأيام إن هو ينزل وسط الشعب ويلبس لبس الشعب ويقعد معاهم ويتكلم معاهم، ده لا يعيب في شيء لأنه رئيس الجمهورية. فالله كامل في قدرته وفي عظمته، يقدر ويستطيع إن هو يظهر في صورة إنسان. طيب خلونا نسمع مغالطة أخرى. يعيش في هذا الماء الذي يكون في بطن المرأة الحامل وينزل من مجرى البول، وحاشا لله أن يكون كذلك. ما حاجة الناس دي يا جماعة ثقافتها إنها بتحتقر الجسد، يعني شايفين إنه إزاي ربنا ينزل من رحم امرأة ويتجسد في بطن امرأة؟ إزاي؟ شايفين وكأن جسد الإنسان ده حاجة حقيرة، لا يمكن إن الله يظهر في صورة بشر. لا، أنتوا غلطانين. فالإنسان أو الجسد الإنساني أقدس شيء الله خلقه، الإنسان أفضل مخلوق. فلما الله ينزل ويتواضع ويتجسد في صورة إنسان، ده يقدس الإنسان ويزيد قداسة مش العكس. فحتة إنه إزاي ينزل من مجرى البول وإزاي يتجسد في رحم امرأة، شايفين إن إنه الطبيعة البشرية حقيرة، وكأن الله يخلق شيء معيوب ويخلق شيء ملوش لازمة. لا، الله قدوس وطاهر، ولما الله يتجسد في صورة إنسان ده يعظم ويشرف من مكانة الإنسان، مش يحط من قدر الله، لأن الله كامل في ذاته لا ينقصه شيء ولا يحتاج لشيء ولا في أي شيء يقلل من ذات الله. فأتمنى تفهم يعني الثقافة المسيحية شوية. نسمع فيديو آخر. ربنا لما كان في بطن السيدة مريم يا ابني الصغير الحبيب، ربنا خالق الكون لما كان في بطن السيدة مريم وبين أحشائها وبيشرب بقى من دمها زي أي طفل، مين بقى اللي كان بيحكم الأرض؟ مين اللي كان بيأكل الطيور؟ مين اللي كان بيجري الأمطار والأنهار؟ مين اللي كان بيرزق الطير في السماء والنملة تحت الحجر؟ مين اللي كان بيشفي المريض ويعافي المبتلى ويرفع الموضوع ويضع المرفوع ويعز الذليل ويذل العزيز؟ مين اللي كان بيعمل ده؟ مش هو ربنا؟ طب لما ربنا كان في بطن مريم مين اللي كان بيعمل ده مكان ربنا؟ دي مغالطة أخرى من ضمن المغالطات اللي هو بيقولها دايما. مين اللي قال لحضرتك إن التجسد الإلهي أو ظهور الله في صورة إنسان ده حد من قدرة الله؟ التجسد الإلهي لم يجعل الله محدودا في جسد، ولم يفقد الله قدرته على سيطرته على الكون. لا، انت زي ما قلت في الأول الله قادر على كل شيء،
قادر أن يتجسد في صورة إنسان ويدير شؤون الكون في ذات الوقت. مفيش مسيحي بيقول إنه التجسد الإلهي جعل الله ترك أمور الكون كله ولم يعد له علاقة بيها. لا، محدش بيقول إن طالما الله تجسد يبقى هو ترك شؤون الكون وخلاص ما عادش له علاقة بيها. الكلام ده غلط. التجسد الإلهي لم يجعل الله محدودا، لم يجعل الله ضعيفا، لم يجعل الله محدود القدرة. يعني أتمنى بجد إن أنت تراجع نفسك في المغالطات اللي أنت بتطرحها دايما دي. في النهاية عزيزي المشاهد، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير للفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، واكتب لنا في التعليقات رأيك. ولو حضرتك مشاهد جديد ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من إشعارات القناة. أشوفكم على خير في فيديوهات قادمة، وسلام رب يكون مع جميعكم.